برشلونة أمام فالنسيا يحصد الذهب. 3 نقاط مهمة تبعث في نفوس الكتالان التفاؤل وروح المنافسة. فعلها هانز فليك. وريال مدريد يتعثر أمام مايوركا، يخرج بنقطة ثمينة. حامل اللقب الموسم الماضي مدريد يسقط في فخ التعادل. الحديث عن برشلونة واضح وضوح الشمس. الخبرة وحنكة التدريب لا تأتي بيوم وليلة، هي سنوات قضاها هانز فليك في عالم التدريب، بين الخطط المحبكة والمطبقة وبين ضبط غرفة الملابس. الاستحواذ الكبير والضغط على حامل الكرة وسرعة استعادة الكرة في حال فقدانها يعيد لنا برشلونة في أذهاننا بلمحة مبسطة أيام الزمن الجميل. حقيقة فالنسيا ما كان خصم سهل أبدا. الفريق بحث عن الفوز سرقة، في كل حين وآخر هناك لمحة هجومية خطيرة. تماسك البرصة دفاعيا والعمل الجماعي سير المباراة بالشكل الإيجابي. القائد تير شتيجن قائد ومبدع ومتألق، باستثناء خطأ كان كلف برشلونة التعادل. ريال مدريد بداية سيئة. الجميع قبل انطلاقة الموسم كان يسأل كيف سيلعب ريال مدريد مع قدوم مبابي، ونسي البعض أن يسأل كيف سيلعب ريال مدريد مع رحيل توني كروس. كارلو أنشيلوتي كان يلعب 4-4-2، خطط على مستوى الوسط تبنى مع تألق توني كروس وتمريراته السحرية والعمودية، تمريرات سريعة تخلق تحولات سريعة ينطلق من خلالها رودريجو وفينيسيوس. والآن كارلو أنشيلوتي صرح تعويض توني كروس أمر مستحيل جدا، فهو لا يوجد له بديل في السوق، يجب علينا أن نلعب كرة قدم مختلفة بدونه. أيضا هناك أكثر من سبب لتعادل ريال مدريد، أولها تألق ريال مايوركا، مباراة تاريخية قدمها مايوركا. أيضا هناك أنانية مفرطة من فينيسيوس، اللاعب يلعب أكثر فردية. المهارة الفردية تصنع الفارق، لكن الإفراط بها خطأ. فينيسيوس كأمثال لاعبين كثر مثل نيمار. رودريجو يملك نفس الإمكانيات، لكن اللاعب يلعب فرديا من غير مبالغة. كان يجب على العراب كارلو أنشيلوتي استبدال فيني. اللاعب مشغول مع الجماهير، اللاعب مستفز، وكأن حليمة عادت لعادتها القديمة. وأخيرا مبروك برشلونة الفوز بمفتاح الذكاء، ومبروك ريال مدريد نقطة ثمينة رغم المشاكل والعناء.